السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. احنا في الفيديو اللي فات عملنا مع بعض تغذية المحشي دي كأساس. هنبتدي دلوقتي ان احنا نعمل المحشي مع بعض. انا هنا حاطة مية على النار بتغلي علشان اسلق الكرنب واسلق ورق العنب. المية بتاعت الكرنب بحط فيها حبة ملح وحبة كمون، وبنزل بورق الكرنب كده واقلبه يمين وشمال وياخد له غلوتين، وبروح مطلعاه على طول مبردة في مية باردة. تمام. هو بس تقلبتين كده ياخد بس غلوتين، وبروح شايلاه على طول وحطاه في ميه بارده عشان اوقف عمليه السوا بتاعته وما يطلعش مني مهري. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والحله التانية دي حطيت فيها حبه ملح وعصرت ليمونه عشان خاطر اسلق فيها ورق العنب. ورق العنب دوت انا مفرزاه في الفريزر، بجيبه كده اظبطه وبحطه في اكياس وبروح حاطاه في الفريزر. بطلع احطه في الميه المغليه يتسلي وبشيله على طول. وبقعد كده افكك ورق العنب من بعض عشان طبعا بيبقى متلج، لكن لو مش متلج حطيه اسلقيه على طول وخلاص. يعني انا بطلع ورق العنب بسلقه، ما بعملش فيه اي حاجه تاني. كده الكرنب اهو. بحب تقدري بقى تقطعي مقاس الصباع اللي انتي حباه، يعني عايزه تقطعيه صغير تقطعيه كبير، تقطعي مقاس الصباع اللي انتي حباه. انا بحب اقطعه بالطريقه دي جدا عشان بحس ان هي سهله عليا. اهو بعد ما بقطعه بروح فردة الورقه كده وبعملها مقاس الصباع اللي انا عاوزاه، وابتدي بقى ايه ان انا الفه. انا بحب الكرنب بالذات ورق العنب بيبقى الصباع بتاعهم صغير جدا. هعمل دلوقتي معاكم الفراخ. انا بحب اشوح الفراخ الاول، وبحب اغلي ميه واسقطها فيها. بحب ان انا اشوح الفراخ الاول بفلفل اسود والبصل بقى ومعلقه سمنه وحبهان ورق لوري. انا حطيت معلقه سمنه كده في الحله وحطيت عليها 4 5 فصوص حبهان و3 مستكه وحبه ورق لوري، ورقتين 3 كده. وبشوح كده الفراخ بفلفل اسود واروح نازله عليها بالميه. بحب الخطوه دي جدا في الفراخ، بحس ان الفراخ بتبقى ليها طعم وشرب اكتر. في ناس بتحب ان هي يعني تغلي ميه وتسقط فيها الفراخ على طول. حابه تعمليها كده برضو اعمليها كده، مفيش اي مشكله، بس انا بحب الطريقه دي يعني اكتر. هو بقطع بصلايه كده واروح حطاها، واروح نازله بالميه على طول. ميه من الحنفيه عادي، مش لازم ميه مغليه. الفراخ بحب اول ما ازودها ميه اروح حاطه لها الملح علشان خاطر على ما تستوي تكون الملح بتاعها مظبوط، ما تبقاش عدمه. لكن اللحمه طبعا عشان خاطر لو حطينا لها ملح هتجزمر في البدايه مش هتستوي. فاللحمه بحب احط لها ملح في الاخر لما تبقى خلاص داخله على السوا كده. لكن الفراخ كده كده هتستوي، فبحب احط لها الملح في الاول عشان خاطر الشوربه والفراخ يبقوا ملحهم مظبوط من البدايه. ودي التخديعه اللي احنا عملناها معاكم. انا غسلت الرز وحطيت عليه التخديعه ونزلت بالخضره وهقلبه كده. وطبعا لو محتاج ملح هظبط له الملح بتاعه، حابه تضيفي شطه هتحطي شطه اللي يريحك. دي كده كانت الخلطه. باقي الخلطة طبعا انا هعبيها في كيس واحطها في التلاجة في الفريزر، ولما احتاجها هطلعها احط لها الخضرة واحشيها على طول. عملت ارضية لورق العنب عبارة عن بصل وطماطم عشان احط عليهم ورق العنب. وده الفلفل والبتنجان والكوسة برضو قورتهم. انا بحب احط ورقة العنب كده احط فيها حبة رز، واروح ايه جايبه اللفه كده. ممكن تلفيها على الرخامه، انا مش بتعرفي تلفي على ايدك، بس انا مش بعرف الف على الرخامه ولا على ترابيزه، فبرتاح لما بلفها على ايدي وبحس ان هي اسهل عليا. وبروح لفاها كده بالشكل دوت. بحط حبة الرز وبجيب الجنب اليمين والجنب الشمال كده، واروح برمهم كلهم كده على بعض.
طبعا البتنجان والكوسة والفلفل مش محتاجين طريقة للحشو اساسا، لان هما اسهل مما يمكن. يعني انت بتعبيهم بس كده رز، بس بحب اسيب عقلة صباع تكون فاضية عشان لما الرز يزيد فما يبقاش الرز كتير ويطلع بره الصباع، فيبقى سواه مظبوط. يعني بملى البتنجانية او الكوساية او الفلفل، يعني بملى الا ربع كده، بسيب فيه عقلة صباع فاضي. والكرنب برضه اهو بلفه، برضه بحب الصوابع الصغيرة. يعني مش ناس كتير بتحب حشو الكرنب وورق العنب، بس انا بحبهم جدا. يمكن ما بحبش احشي البتنجان والكوسه زي ما بحب احشي ورق العنب والكرنب يعني، مع ان هم صعبين، بس انا بحب ان انا احشيهم اكتر من البتنجان والكوسه والفلفل، مش عارفه ليه. كده خلاص كنت قربت ان انا يعني ايه، فصلت الفيديو ورحت عشان اكمل حشوهم بقى وانا قاعده، عشان مكنتش هقدر اقف طول الوقت ده. ودي الفراخ بعد ما استوت، انا عملت لها خلطه كده عباره عن طماطم. ما عندكش طماطم ممكن الصلصه اللي هي المعلبه دي، اخدت منها معلقتين وحطيت عليها حبه ملح وفلفل اسود، وبدهن بيها الفراخ كده وبدخلها على الشوايه تاخد لون من الجنب ده، بطلعها واروح دهنها من الجنب التاني وادخلها برضو تاخد لون على الجنبين. الخلطه دي للفراخ حلوه جدا جدا جدا، وبتخلي طعمها خطير. يعني لما بتيجي تاكلها بتحسش ان هي فراخ مسلوقه اصلا. كده خلاص كنت خلصت الحشو بتاعها كله. يعني بص الصباع اصلا بيتكلم، شكله تحفه. ودول معلقتين صلصه بحب احطهم كده على وش الكرنب عشان يخلوا طعم الكرنب معايا الورق نفسه طعمه حلو. مش بحط ميه، مش بحب احط شوربه كتير للبتنجان والفلفل والكوسه يعني. بتاع 4 5 كبشات بس كده صغيرين، لان اصلا هما بينزلوا ميه. فلما بكتر ميه بيستووا، بحس ان الميه كتير فيه. فهو الخضار اصلا عشان بينزل ميه، فمش بحب ازود ميه فيه قوي. والكرنب برضو عشان هينزل ميه، والفلفل هينزلوا ميه، فبرضو ايه حطيت 5 كبشات بس كده يعني ايه. سبت اول صف كده في الكرنب باين، مليت كده الشوربه لحد اول صف بس كده في الكرنب. ورق العنب برضو نفس الكلام، هسيب اول صف كده باين. كده خلاص كان المحشي ولعت عليه، والفراخ حطيتها في الفرن عشان خاطر تاخد اللون. اهو اول صف برضو باين في ورق العنب. انا هسيب ورق العنب يغلي غلوتين وبعد كده اروح حاطه له ليمون. مش بحب احط الليمون في البدايه، ومش دايما برضو بحط على وشه ليمون. طالما سلقته بليمون مش دايما بحب احط على وشه ليمون عشان ما يبقاش المزازه بتاعته عامله قوي. لكن انتي بتحبيه مزز قوي، ممكن تحطي ليمون، تقطعي طرنشات ليمون وتحطيها قبل ما تولعي عليه. لكن انا هحط عليه طرنشات ليمون بس ما يبقى داخل على السوا. هدي برضو الفراخ كده دهنة من الخلطة دي وادخلها الفرن تاخد لون على الجنب ده كمان. وكده خلاص المحشي بتاعي كان اتشرب ووطيت عليه. وهبتدي ان اعمل معاكم الملوخية. خلاص كده الفراخ كانت خرجت من الفرن، شكلها تحسوا ان هي مشوية. وهعمل الملوخية. انا عندي هنا الملوخية دي حطيت الشوربة طبعا المناسبة لكمية الملوخية، وحطيت حتة تومة نية في الملوخية، وهبتدي اقلب فيها. والطشة بتاعتي هعملها، حطيت فيها معلقة سمنة وحبة كمون صغيرين ومعلقة محترمة كده كزبرة. طبعا مش هحط ملح لان انا مظبطة الملح بتاع الشوربة، فلو حسيتي ان هي عايزة ملح ممكن تضيفي ملح تمام على الملوخية. وهفضل اقلب كده في الملوخية واعمل الطشة واروح ايه حطها عليها. بس وكده كان الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، وده كان الغدا بتاعنا النهاردة. جربوا الطريقة وايه رأيكم في الكومنتات. والفيديو بتاع التغذية بتاعة المحشي كان الفيديو اللي فات، ادخلوا شوفوها وجربوها. واستنوني فيديوهات تانية كتير، واعملوا اشتراك في القناة وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.